السلام عليكم يا مناديل، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. في موضوع يا جماعة، بغيت أنوه عنه. بعض المناديب خاصة الجدد بعضهم أعرفه، بعضهم يمكن مر عليه الموقف وسمع لي. تعالوا أسمعكم القصة من واحد. هي هذه المشكلة أو طريقة نصب جديدة في خدمة جيبلي اللي هي حق شو اسمه، يعني اللي ينقلون الطرود وزي كذا. هذا مندوب جاه طلب لخدمة جيبلي وراح لموقع استلام الطرد أو مدري صندوق. يقول رحت لموقع الاستلام وقابلت هذا الشخص في قدام محل. يعني هو بالعادة الحرامية يقابلون قدام محل يعني عشان ما تشك فيه، وأحيانا ممكن يعطيك شو اسمه فاتورة. هذا الشخص أعطاه، قال ادفع مبلغ، دفع له المبلغ ما أدري كم 300 ما أدري. عطاه الكرتون، ما يدري والله إيش فيه الكرتون. أوكي مشى، استلم وراح لموقع التسليم للشخص الثاني. مشى وراح لموقع التسليم، وصل هناك اكتشف ان شو اسمه موقع التسليم وهمي، يعني مكان أرض فاضية. اتصل بالشخص اللي ما يرد نهائيا، مقفل جواله ما أدري، بعد يمكن رقم وهمي. تكلم مع مرسول ما ردوا عليه لأن ما في فواتير، وأصلا حتى لو بعد فواتير يعطيك فواتير وهمية ما يقبلونها أصلا. لازم يكون متجر يعني معتمد، يعني أنت ماخذه من المحل، ما هو ماخذه من واحد من الشارع. تقفلت كل شيء، لا هو قادر يوصل شو اسمه الطرد، ولا هو قادر يتواصل حتى مع هذاك الشخص اللي استلمه في الشارع. المهم هذه القصة هي قصة نصب. اكتشف انه الشخص اللي وصل او اعطاه الطرد هو نفسه اللي يعني راح الجوال مقفل. يعني هي طريقة نصب جديدة يقع فيها الناس، وفي كثير ناس تعرضوا لهذا الموقف، ولا الحين في ناس يتعرضوا لهذا الموقف. يا جماعة لا أحد يدفع فلوس في خاصة في موضوع طرد وما طرد، لا تدفع له فلوس نهائيا، لا تدفع له فلوس. تبي توصله استلم، وصل مكان التسليم وأخذ شو اسمه هذا اللي هو سعر التوصيل. أما فلوس عند الاستلام لا تدفع له، لأنه هو نصابين، لأن النصابين يستغلون هذه الخدمة نصب على الناس. فانتبهوا من الحركة هذه، حتى في التطبيق مرسول ينوهون عن الموضوع، لا تدفع فلوس من مكان أو في مكان مجهول أو شخص مجهول. انتبهوا من النصابين.